السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر محمد، إن شاء الله هكون مدرس الساينس معاكم الترم ده، وأتمنى إن احنا نحقق أقصى استفادة يعني من الكورس بتاع الترم ده بإذن الله. طبعا خلصنا جونيور 3 وطلعنا جونيور 4، حاسين إن الدنيا صعبة، وجونيور 4 بالكلام اللي بيتقال عليه إن هو الثانوية العامة مش عارف إيه الدنيا صعبة، لا الدنيا أبسط من كده بكتير، الدنيا بسيطة وسهلة. نبدأ بس نذاكر واحدة واحدة وهنلاقي الدنيا أبسط ما يمكن. محتاج بس ان الطالب اللي خرج للجونيور 4 محتاج ان هو بس الانجليش بتاعه يكون كويس، بحيث ان الساينس عندنا بيعتمد على الانجليش بصفه كبيره. هو لازم يكون متمكن من القراءه والكتابه، بحيث ان هو هيلاقي اسئله give reason what happened. الاسئله دي هتحتاج ان هو يقدر ان هو يكتب كلمات كتير، فمحتاج ان هو يبقى عنده القدره ان هو بيقرا ويكتب. يعني الدنيا مش معقده قوي، بس في نفس الوقت يعني محتاج ان الانجليش بتاعه يبقى كويس. طيب بالنسبه للمنهج بتاعنا، هل المنهج بتاعنا صعب؟ لا، المنهج بتاعنا سهل جدا زيه زي السنين اللي عدت، بس هو طويل شويتين 3 4، يعني هو طويل بصراحة. عندنا كام كونسبت الترم دوت؟ عندنا 5 كونسبت، عندنا 6 كونسبت في 2 يونتس. اول يونت اسمه living system، فيونت 1 هيبدأ يتكلم عن الأجهزة الحية، وهيتكلم عن الليفينج اورجانيزمز الكائنات الحية، هيبدأ يتكلم عن الهيومن، ويبدأ يتكلم عن الانيمال، هيتكلم برضو عن البلانتس، هيتكلم عن الفورست. فالليفينج اورجانيزمز عموما هناخدها ان شاء الله في كونسبت 1. طيب كونسبت 2 اسمه senses at work، زي ما احنا شايفين هنا اسمه senses at work، فهيتكلم عن ال5 senses اللي عند الليفينج اورجانيزمز او عند الهيومن. هيبدأ يتكلم عنهم بالتفصيل، ايه هو النيرفس سيستم، الجهاز العصبي، وبيتكون من ايه، طيب والسيجنالز بتتبعت ازاي، الاشارات بتبدأ تتبعت ازاي، كل ده هناخده ان شاء الله في كونسبت 2. طيب كونسبت 3 اسمه لايت اند سايت، ودوت اسهل كونسبت في يونت 1. فيبدا يتكلم عن اللايت، وهيتكلم عن حاسه النظر، ازاي الليفينج اورجانيزمز بتقدر تشوف، وايه هو اللايت لما بيفولن اوبجكت ايه اللي بيحصل له. كل ده هنبدا نتكلم عنه ان شاء الله في كونسبت 3. طيب هنا في يونت 2 فيزيكس، فبيبدا يتكلم عن الموشن، عن الحركه. اول كونسبت فيه اسمه ستارتنج اند ستوبنج، فهيبدا يتكلم عن بداية الحركة وازاي الأجسام بتتوقف. طيب ايه هي الفريكشن، وايه اللي بيحصل لما الجسم بيعمل فريكشن مع الجراوند او فريكشن مع اي سيرفيس حواليه. كل ده هناخده في كونسبت 1 في يونت 2. طيب كونسبت 2 في يونت 2 اسمه انرجي اند موشن، فهيتكلم عن الطاقة شوية بالتفصيل، وهيتكلم عن الحركة بصيغة ابسط، يعني صيغة اكبر. طيب تاني حاجة اخر كونسبت عندي اسمه انرجي اند كوليجنز، فيبدأ يتكلم عن الطاقة وعن التصادمات، ايه اللي بيحصل للاوبجكت لما بيخبط في اوبجكت تاني، الانرجي بيحصل لها ايه، هل بيحصل ترانسفير في الانرجي من one object to another، ولا ايه اللي بيحصل، الاجسام بتاعتي السبيد بتاعتها هتبدا تزيد ولا هتبدا تقل لما يحصل كوليجن. كل ده هنتكلم عنه في يونت 3، اسف في كونسبت 3 في يونت 2. الدنيا سهله، مش صعبه خالص، بسيطه الحمد لله، بس نبدا نركز. سموا الله. طيب زي ما قلنا اول يونت اسمه living systems، فيتكلم عن الكائنات الحيه. اول كونسبت زي ما قلنا اسمه adaptation. طيب في البدايه خالص عندي كلمه مهمه اسمها adaptation. يعني ايه adaptation؟ هو الكونسبت كامل اسمه adaptation and survival، فالكلمه مهمه، انا لازم اعرف يعني ايه adaptation. طيب هنا في lesson 1 بنبدا نتكلم عن الادابتيشن. فعشان افهم يعني ايه adaptation، هو عاطيني هنا 3 picture. اول حاجه بيكتشر للستارد اجاما ليزرد. يعني ايه ستارد اجاما ليزرد؟ الستارد اجاما ليزرد ديت هي عباره عن living organism بيعيش في الديزرت. لو احنا بصينا على الستارد اجاما ليزرد هنلاحظ ان الهابيتات بتاعتها هي عباره عن ديزرت، واحنا عارفين ان الديزرت هي اكستريم هوت كلايمت، بتتميز المناخ بتاعها ان هو بيبقى اكستريم هوت، حار جدا جدا جدا. طب ايه هي بتقدر تعمل ايه بحيث ان هي تتغلب على الاكستريم هوت كلايمت دوت؟ هنشوف هي بتعمل ايه. ففي البدايه خالص بيقول لي ايه؟ بيقول لي do you notice how each of the previous living organisms protect itself from extreme hot climate. بيقول لي ازاي، هل تعرف ازاي الكائنات الحية اللي فوق ديت، سواء بقى الستارد اجاما ليزرد او البالم تري اللي بتعيش في الديزرت او الهيومن بينج في السمر سيزون، ازاي بيتكيفوا عشان يقدروا يعملوا protect themselves from the extreme hot climate، من المناخ الحار جدا. فهنا بيقول لي اول حاجه الستارد اجاما ليزرد. يعني ايه ستارد اجاما ليزرد؟ الستارد اجاما ليزرد ديت زي ما احنا لسه قايلين هي السحليه اللي بتعيش في الصحراء. طيب مالها الستارد اجاما ليزرد؟ just give me a second.
مالها الستارد اجاما ليزرد؟ في البدايه خالص بيقول لي الستارد اجاما ليزرد that live in desert. يبقى اول معلومه عندي الستارد اجاما ليزرد الهابيتات بتاعتها هي الديزرت، واحنا لسه قايلين ان الديزرت characterized by extreme hot climate، المناخ الساخن جدا. طب هي تقدر تعمل ايه بحيث ان هي تتغلب على المناخ الساخن دوت؟ بيقول لي اول حاجه ان هي protect itself by finding a shaded area. يبقى اول حاجه ان هي بتدور على منطقه تقدر ان هي تستخبى فيها. shaded area يعني منطقه فيها ظل، تيجي مثلا ما بين الصخور زي ما احنا شايفين فوق، زي ما احنا شايفين هنا كده، هي بتستخبى ما بين الروكس، ما بين الصخور. ليه؟ لان ما بين الصخور بتبقى شادد اريا، منطقه كده فيها ظل، فتقدر تستخبى فيها تو كيب اتس بادي، عشان تحافظ على الجسم بتاعها. احنا قلنا ان هي بتعيش فين؟ بتعيش في الديزرت، وقلنا الديزرت ديت بتتميز ان كاركترايزد باي اكستريم هوت كلايميت، المناخ بتاعها بيبقى اكستريم هوت، ساخن جدا جدا. طب هي عايزه تحافظ على البادي بتاعها ان هو يبقى كول يعني ايه؟ يعني يبقى بارد. يبقى تاني الستارد اجاما ليزرد ليف ان ديزرت، بتعيش في الديزرت. اول معلومه عندي ان هي بتليف ان ديزرت. تاني حاجه بروتكت اتسيلف باي فايندينج ا شادد اريا، بتدور على منطقه فيها ظل. طب ليه بتدور على منطقه فيها ظل؟ السؤال ده بيجي جيف ريزون على طول. تو بروتكت اتسيلف فروم اكستريم هوت كلايميت، او تو كيب اتس بودي كول، عشان تحافظ على الجسم بتاعها ان هو يبقى كول، يبقى بارد. لان هي لو فضلت في الحراره بتاعت الشمس غالبا هتموت. يبقى الستارد اجاما ليزرد عرفت عنها 3 معلومات. اول حاجه ان هي بتعيش في الديزرت. تاني حاجه protect itself from hot climate عن طريق ايه؟ عن طريق finding a shaded area، بحيث ان هي بتدور على منطقه فيها ظل. ثالث حاجة وأهم حاجة ليه finding a shaded area to keep its body cool، عشان تحافظ على الجسم بتاعها إن هو يبقى cool. طيب تاني حاجة هنتكلم عنها هي البالم تري. تعال نشوف البالم تري هي كمان بتعيش فين. البالم ليفز البالم تري بتعيش هي كمان في الديزرت، النخلة بتعيش في الديزرت. طيب ازاي بتكيب اتس بادي كول او بتحافظ على الجسم بتاعها ان هو يفضل كول؟ ازاي؟ الليفز بتاعتها لو فضلت في الشمس اكيد هتتحرق. طيب ربنا عطالها ايه بحيث ان هي تحمي نفسها من اشعة الشمس؟ تعالوا نشوف. هنا بيقول palm leaves are covered with a waxy layer. طيب يعني ايه واكس لاير؟ واكس لاير ديت طبقه من الشمع كده بتغطي الاوراق بتاعتها. الواكس لاير ديت عامله زي الصن بلوك اللي احنا بنحطه لما بنروح البحر، بتحميها من اشعه الشمس، يعني ما بتوصلش الصن لايت او الهيت بتاعت الصن ان هي توصل للليفز بتاعتها، فبتقدر تحافظ على الليفز بتاعتها from extreme hot climate. يبقى تاني البالم ليفز عرفنا ان هي are covered with waxy layers، والواكسي layers ديت protect itself from extreme hot climate. يعني ايه برضو؟ to keep its body cool او protect them from extreme hot climate، عشان تحافظ على البادي بتاعها من الحراره الشديده. اوكي. نمبر 3 الهيومن بينج. زي ما احنا شايفين هنا الهيومن بينج ثانيه، هنا الهيومن بينج زي ما احنا شايفين البنت ديت في السمر بتعمل ايه؟ اول حاجه لو لاحظنا هنلاحظ ان هي بتعمل wearing light clothes، بتلبس ملابس صيفيه. زي ما شايفين البنت ديت مالها دلوقتي wearing light clothes، بتلبس ملابس خفيفه. ليه؟ لان هي بتحاول تعمل protect itself from heat climate، المناخ الهوت كلايميت، بتحافظ ان هي تحافظ على جسمها من المناخ الساخن. تاني حاجه لو لاحظنا هنشوف كده ان هي بتستخدم ايه؟ umbrella. يبقى في حاجتين بيعملهم الهيومن being to protect themselves from extreme hot climate. اول حاجه ان هي using umbrella، بتستخدم umbrella. تاني حاجه ان هي بتعمل wearing light clothes، يعني بتلبس ملابس خفيفه. يبقى تاني عندي 3 living organisms، كل living organism بيحاول ان هو يكيب its body cool او protect themselves from extreme hot climate. ايه هم 3 living organisms؟ قلنا اول حاجه هي الستارد اجاما ليزرد، وقلنا ان الستارد اجاما ليزرد مالها؟ قلنا ان هي بتعيش في الديزرت. طب بتعمل ايه؟ بتفايند a shaded area. find a shaded area يعني بتدور على منطقه فيها ظل. ليه بتدور على منطقه فيها ظل؟ تو كيب اتس بادي كول، عشان تحافظ على الجسم بتاعها ان هو يفضل بارد. طيب تاني حاجه البالم تري. قلنا البالم تري بيليف ان ديزرت. طيب قلنا ان هي الليفز بتاعتها ار كفرد وذ واكسي لاير، متغطيه بطبقه من الشمع. الواكسي لاير ديت بتعمل بروتكت ذيم سيلف فروم اكستريم هوت كلايمت، بتحافظ على النخله من المناخ الساخن. طيب اخر حاجه الهيومن بينج اللي هم البني ادمين في السمر سيزون، بيحافظوا ازاي على
ان هم keep its body from extreme hot climate عن طريق حاجتين. اول حاجه using umbrella، بيستخدموا الامبريلا. تاني حاجه wearing light clothes، بيلبسوا ملابس صيفيه خفيفه. اوكي طيب هنا بيقول لي each the previous living organism has different way to protect itself from extreme hot climate. كل كائن حي من الكائنات اللي عدت ديت ليه طريقة معينة بيحافظ على جسمه بيها من ال extreme hot climate. بيقول لي الطرق ديت هي الادابتيشن. طيب اخذنا كلمة جديدة اسمها adaptation. يعني ايه adaptation؟ طيب ثانية واحدة. اوكي ايه هي الادابتيشن؟ طيب عندي سؤال بيجي اسمه scientific term. scientific term ده بيكتب لي جمله طويله ومحتاج المعنى بتاعها. تعالوا نشوف. هنا بيقول لي ايه هي الادابتيشن، فبيقول they are characteristics، هي الصفات that help living organism to survive and reproduce. بتيجي كتير في الكومبليت. ايه هو الادابتيشن؟ بنقول ان هي عباره عن characteristics، هي عباره عن صفات. الصفات ديت مالها؟ الصفات ديت او الخصائص ديت هي اللي بتساعدها في حاجتين. اول حاجه survive يعني تنجو في الهابيتات بتاعتها. تاني حاجه reproduce يعني تتكاثر. يبقى ايه هو الادابتيشن؟ they are characteristics that help living organism to survive and reproduce in the ecosystem. عندي كلمة جديدة اسمها ecosystem. طيب تاني ايه هو الادابتيشن؟ they are characteristics، هي الخصائص that help living organisms، بتساعد الكائنات الحية في حاجتين. أول حاجة بتساعدهم في to survive، إن هي تنجو في الانفايرمنت بتاعتها. وتاني حاجة to reproduce، إن هي تتكاثر. طيب ايه هو بقى الايكو سيستم؟ in the ecosystem ايه هو الايكو سيستم؟ فبيقول لي الايكو سيستم دوت هو it's an area، هي عبارة عن المنطقة in which living organisms and non-living things interact with each other. هي المكان اللي بيعيش فيه الكائنات الحية والأشياء الغير حية. هديك example. مثلا هنتكلم عن الاوشن، المحيط او السي، البحر. دلوقتي الاوشن ده بيبقى فيه نون ليفنج ثينجز. زي ايه النون ليفنج ثينجز؟ الاشياء الغير حيه، مثلا زي الروكس، زي الووتر، زي الجراوند. ديت اشياء موجوده في الاوشن والسي ومش حيه. طيب الليفنج اورجانيزمز اللي موجوده في السي زي الفيش، مثلا لو هو ريفر زي الكروكودايل. الكائنات الحيه اللي بتعيش في السي، هل بيحصل انتراكت ما بين الاثنين، تكامل ما بين الاثنين؟ والكلام دوت هناخده بالتفصيل ان شاء الله في جونيور 5. بس خلاص فهمنا يعني ايه adaptation. قلنا الادابتيشن ديت هي عباره عن characteristics that help living organisms to survive and reproduce. طيب والايكو سيستم؟ قلنا الايكو سيستم دوت هو عباره عن large area، منطقه كبيره that contain living organisms، بتحتوي على كائنات حيه and non-living things، واشياء غير حيه that interact with each other، يعني الاثنين متكاملين مع بعضهم. طيب اوكي هنا بيقول لي بينجوينز فيت. هنبدا نتكلم شويه عن البينجوين. البينجوين ده زي ما احنا عارفين ان هو البطريق. تعالوا نشوف ماله البطريق. في البدايه خالص انا عندي سؤال مهم. بيقول لي you can stand on ice in bare feet for about 5 minutes. هل احنا هنقدر نقف على التلج زي الولد دوت كده لمده 5 دقائق؟ صعب جدا 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 ان انا اقف، او مثلا ان انا افضل ماسك قطعه من الايس لمده 5 دقائق. ليه؟ لان ده هتوجعني، مش هقدر. فهنا بيقول لي you can stand on ice in bare feet for about 5 minutes لمده 5 دقائق. طبعا الاجابه هتبقى false. طيب هنا بيقول لي بينجوين، بيقول penguin can walk on ice for a long period of time. يعني البطريق بيقدر يمشي على التلج لمده كبيره. الكلام ده صح ولا غلط؟ صح، لان هي الهابيتات بتاعته. ونبدا نتكلم ونشوف هو ليه بيقدر يقف على الايس لكن الهيومن ما بيقدرش يقف على الايس. طيب هنا بيقول لي adaptation of penguins to survive in cold environment. في البدايه خالص هنبدا نتكلم عن البينجوين. هو بيعيش فين البينجوين؟ بيقول لي بينجوين الهابيتات بتاعت البينجوين. هنا بيقول لي بينجوين in Antarctica lives in a polar climate. طيب أنا عندي حاجتين. أنتاركتيكا ديت هي عبارة عن المنطقة القطبية الجنوبية، بتتميز بإيه؟ بالكولد كلايمت بتاعها، بالبولار كلايمت أو الكولد كلايمت. يعني إيه بولار كلايمت؟ يعني مناخ قطبي.
قطبي يعني بارد جدا جدا جدا. طيب that is one of the coldest places on the earth، بيعتبر مكان من ابرد الاماكن اللي موجوده على كوكب الارض. طيب بيقول لي الادابتيشن اللي عند البينجوين، لو لاحظت هلاحظ ان البينجوين بيتكون من جزئين. اول جزء اللي هو الابر بارت، الابر بارت دوت اللي هو الجزء العلوي من الجسم بتاعه. طيب تاني جزء هي الفيت بتاعته. خلاص، يبقى تاني بيتكون من كام بارت؟ بيتكون من 2 بارتس. اول جزء اللي هو الابر بارت الجزء العلوي، وتاني حاجه الفيتس بتاعته اللي هي الاقدام بتاعته. فيقول لي its body penguin's body is covered with dense feathers and thick layer of fat. تاني الادابتيشن بتاع البينجوين هو عباره عن ايه؟ بيقول لي ان هو عنده dense feather يعني ريش كثيف. لو بصيت على جسمه هتلاحظ ان جسمه كله متغطي بالريش. هل في اي جزء من جسمه مش متغطي بالريش؟ هنلاحظ ان جسمه كله الابر بارت كله متغطي بالريش. فبيقول لي penguin's body is covered with dense feathers. ونركز في كلمه feathers ديت لان هو ساعات بيقول لي مثلا بدل feathers بيقول لي fur. هل هو الجسم بتاعه متغطي بفر ولا feathers ريش؟ feather. يبقى fur هي إجابة غلط. and a thick layer of fat. بنلاحظ ان البينجوين دايما بطنه بتبقى كبيرة كده. ليه؟ لان هو عنده thick layer of fat، طبقة سميكة من الدهون. اللاير ديت بتساعده في ايه؟ to keep its body warm. احنا عرفنا ان هو بيعيش في cold place، فعايز الجسم بتاعه يفضل warm دافئ. يبقى تاني عندي two characteristics of penguin او to adaptation عند البينجوين. اول حاجه ان البادي بتاعه is covered with dense feathers ريش سميك. تاني حاجه ان هو عنده thick layer of fat طبقه سميكه من الدهون. طيب لو لاحظت في الفيت بتاعته، هل الفيت بتاعته بصوا كده، هل الفيت بتاعته فيها feathers؟ اوكي، الفيت بتاعته ما فيهاش feathers زي ما احنا شايفين. هيجي لي سؤال في true or false مثلا، فهيقول لي البينجوين's feet are covered with feathers، هنقول له false. لو لاحظنا هنلاحظ ان البينجوين's feather البينجوين's feet، فبيقول لي البينجوين's feet have no feathers، ما عندهاش ريش. have no feathers يعني ما عندهاش ريش. طب ازاي بيقدر stand on the ground او on ice without feathers؟ يعني دي مشكلة. ازاي ربنا خلقه في بيئة هو قادر ان هو يعيش فيها من غير feathers؟ تعالوا نشوف. طيب بيقول how do the penguin's feet stay warm؟ ازاي الاقدام بتاعت البنجوين بتفضل دافئة؟ تعالوا نشوف. هنا بيقول لي the penguin's feet stay warm بتفضل ساخنة او دافئة. هنا بيقول لي due to the way of moving the blood، الطريقة اللي بيتحرك فيها البلد في حاجة اسمها blood vessels. البلاد فيزلز ديت هي عبارة عن الأوعية الدموية اللي بتبقى موجودة في الجسم. جسم الليفنج اورجانيزمز، الأجسام بتاعت الكائنات الحية، بيبقى فيها حاجة شبه البايبس كده، أنابيب بيمشي فيها البلاد أو بتمشي فيها الووتر مثلا. فهنا البينجوينز فيت الأقدام بتاعته عنده blood vessels، أوعية دموية. قلنا البلاد فيزلز ديت بيبقى فيها إيه؟ بيبقى فيها بلاد، بيمشي فيها بلاد. طيب ايه اللي بيحصل عشان يكيب its feet warm؟ ازاي بيحافظ على الفيت بتاعته ان هي تفضل warm؟ في البدايه خالص بيقول لي blood vessels bring cold blood up from the feet. في البدايه خالص احنا قلنا ان هو واقف على الايس، صح؟ هنا الحته ديت هي عباره عن ايس. طيب ما دام هي ايس فهو رجله هتبقى بارده. طيب هيحافظ على رجله ان هي تتدفى ازاي؟ فبيقول لي ان الكولد بلاد اللي هو الدم البارد بيموف اب. مش احنا عارفين ان الجسم فوق بتاع البينجوين هو متدفي لان فيه داوني فيذر دنس فيذرز، وفي نفس الوقت عنده layer of fat thick layer of fat، فهو الجزء العلوي contain warm blood. طب الفيت بتاعته فيها cold blood، فالcold blood بيبدأ يموف اب، لكن الwarm blood ينزل مكانه وينزل تحت. طيب لما الكولد بلاد يطلع لفوق والورم بلاد ينزل لتحت للفيت بتاعته، الفيت بتاعته لما يبقى فيها warm blood ايه اللي هيحصل له؟ هيكيب اتس فيت وورم، هيحافظ على الرجل بتاعته ان هي تبقى دافئه. طيب اول ما البلاد اللي في الفيت دوت يبدا يبرد، هيروح موفز اب تاني، يطلع لفوق تاني وينزل مكانه وورم بلاد، وهكذا في شكل سيركل زي ما انا راسمها كده. الكولد بلاد موفز اب، لكن الورم بلاد هو اللي موفز داون. خلاص فهمنا الحته دي؟ اوكي. طيب فهنا بيقول لي ان الاذر بلاد فيزلز برينج وورم بلاد. احنا قلنا الكولد بلاد موفز اب والورم بلاد
moves down. فهنا بيقول لي down to the feet. خلاص، يبقى انا دلوقتي في البينجوينز فيت الكولد بلاد موفز اب، لكن الورم بلاد بيموفز داون، فيفضل موجود في الرجل شويه تفضل دافيه. اول ما الورم بلاد يبدا يحصل له كولينج ويبرد يروح موفز اب تاني. طيب والورم بلاد اللي فوق يروح نازل لتحت، وهكذا. cold blood moves up, warm blood moves down, cold blood moves up, warm blood moves down. طيب بيقول لي these vessels weave around each other، بيحاوطوا بعضهم. so the warm blood vessels heat up the cold blood vessels. يعني الأوعية الدموية اللي فيها hot blood بتحافظ على ان الرجل بتاعته الفيت بتاعت البنجوين تفضل متحوطة كده بالدم الساخن، فتفضل ساخنة على طول، دافئة warm على طول. خلاص، فهمنا ازاي البنجوين بيقدر يقف على الايس ومن غير ما يحصل له اي مشاكل؟ لان هو عنده blood vessels. وقلنا البلاد فيزلز دي بيبقى فيها two types of blood، نوعين من انواع البلاد، cold blood which moves up, warm blood which moves down. خلاص فهمنا الحته دي؟ اوكي، تعال نحل. طيب بيقول لي these adaptation cause that cold blood moving up into the penguin's body. بتحافظ على ان الكولد بلاد اللي هي بتطلع لفوق يحصل لها وارمنج، تتدفى، والبلاد موفينج داون تو ذا بينجوينز توث، للاصابع بتاعت البينجوين بتبقى ان هي وارم، بتسخن، تو كيب اتس توث فروم فريزنج، عشان يحافظ على الاصابع بتاعته من التجمد. هو دوت الادابتيشن اللي بيقوم بيه البينجوين. فهنا بيقول لي جيف ريزون ليه البينجوينز فيت هيلب ذيم سرفايف ان كولد كلايميت. ازاي الاقدام بتاعت البينجوين بتحافظ عليه من السقعة، يعني بتحافظ عليه ان هو يفضل دافئ. احنا عرفنا حاجتين، عرفنا ان هو عنده blood vessel، يبقى هنقول له because it contain blood vessels that contain warm blood which moves down and cold blood which moves up. بس خلاص، مش لازم نقول كل الكلام ده. طيب تعال نشوف بقى true or false. طيب بيسألني سؤال، فبيقول لي the blood vessels coming downward. اوكي، احنا عارفين انهي blood اللي هو moves downward. عرفت ان downward دوت اللي هو الورم blood. بيقول لي the blood vessels coming downward to the penguin's feet carry warm blood، بتحافظ يعني بتنزل اللي هو الدم الدافئ. ايوه صح. طيب تاني سؤال بيقول penguins can adapt to live in extreme cold environment، يعني بيقدر يتكيف مع اللي هو المناخ البارد جدا by having feathers and fat in their feet، عن طريق ان هو عنده ريش وعنده layer of fat في الرجل بتاعته. هل الكلام ده صح؟ احنا عارفين طبعا غلط، لان البينجوينز feet have no feathers، ما عندهاش اي ريش، فهنقول له false. طيب هيبدأ يتكلم هنا عن الادابتيشن عند شوية living organisms، وهنشوف الهابيتات بتاعتها وازاي ايه هو الادابتيشن اللي بتقدر تعمله بحيث ان هي تتكيف مع الانفايرمنت بتاعتها. طيب هنا اول living organisms، اول living organism هتكلم عنه هو البولار بير. ثانيه واحده. اوكي، هنا بيقول لي بولار بير. البولار بير دوت اللي هو الدب القطبي. بيعيش فين البولار بير؟ من اسمه بولار يبقى بيعيش في البولار انفايرمنت اللي هو المناطق القطبيه. فاول حاجه الهابيتات بتاعته اللي هي الانفايرمنت اللي بيعيش فيها، بيقول لي اللي هو اركتيك ريجن اللي هي المنطقه القطبيه، او البولار ريجن المنطقه القطبيه. طيب الادابتيشن اللي عنده تفتكروا كليفنج اورجانيزم هو بيعيش في اركتيك ريجن منطقه متجمده، او بولار ريجن منطقه قطبيه. محتاج ان هو يكيب اتس بادي وورم ولا كول، يحافظ على الجسم بتاعه ان هو يبقى دافئ ولا بارد. اكيد لازم. في الشتاء احنا بنستخدم بطانيه، فهو سبحان الله ربنا عطاله حاجه شبه البطانيه كده بس مغطيه جسمه كله. الفر بتاعه، الفرو بتاعه بيقول لي ان هو عنده ثيك فير يعني فرو سميك. في نفس الوقت الكالر بتاعه لونه ايه؟ الكالر بتاعه لونه وايت. طيب انا عايز اعرف هو ليه وايت. ثانيه واحده. هنا بيقول لي اول حاجه it has white and thick fur. يبقى لما اجي اتكلم عن البولار بير هعرف ان هو عنده حاجتين، وايت وفي نفس الوقت thick، ونركز ان هو fur مش feathers. الاسئله اللي بتلخبط ديت في true or false. طيب اول حاجه بيقول لي it's white fur. اللون الابيض بتاعه هو بيساعده في ايه؟
ركزوا معايا دلوقتي. البولار بير دوت احنا عارفين ان هو بيعيش في الاركتيك ريجنز، المناطق القطبيه، والمناطق القطبيه ديت بتتغطى بالايس او بالسنو، بالتلج. فهو سبحان الله ربنا عطاله وايت فير بحيث ان هو يقدر يعمل بلند ان with its environment، يتخفى في البيئة بتاعته. ازاي يتخفى؟ انا مثلا صياد وفي بولار بير قدام خالص بيتحرك مثلا، هل هقدر اشوفه؟ لا مش هقدر اشوفه. ليه مش هقدر اشوفه؟ لان هو الكالر بتاعه وايت، والكالر بتاع الانفايرمنت اللي هو عايش فيها برضه وايت، فبالتالي مش هقدر اشوفه. فهنا بيقول لي it's white fur اللي هو اللون الابيض بتاع الفرو بتاعه helps in blend in. الكلمة دي مهمة. يعني ايه blend in؟ blend in يعني بيتخفى. بيتخفى فين؟ blend in with the snow، بيتخفى في التلج as it sneaks up on its prey، عشان يقدر يتسحب كده واحدة 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 ويروح منقض على الفريسة بتاعته وياكلها. احنا عارفين ان هو بريدتور، كائن مفترس، فبيتغذى على انيمالز تانية، حيوانات تانية زي البينجوين مثلا. فالكالر بتاع البولار بير وايت، فهو بيتحرك كده في السنو طخ يروح اكل البينجوين وما يتعرفش ان هو البينجوين ما يشوفوش. طيب تاني حاجه بيقول لي اتس ثيك فير، الفرو السميك بتاعه. احنا عارفين ان هو عنده فرو سميك. ليه؟ تو كيب اتس بادي وورم، عشان يحافظ على الجسم بتاعه ان هو يفضل دافئ. طب ليه يفضل دافئ؟ لانه بيعيش في كولد كلايميت، فمحتاج المناخ بتاعه، قصدي محتاج الفير بتاعه يدفيه. فبنقول it has a thick fur help it to stay warm، عشان يحافظ على الجسم بتاعه ان هو يبقى دافئ. خلاص فهمنا؟ طيب تاني حاجه هنتكلم عن البراون بير والبلاك بير. من اسمهم براون بير وبلاك بير، الكالر بتاعهم براون وبلاك. خلاص تمام. طيب دلوقتي بيعيشوا فين؟ احنا زي ما احنا شايفين هنا هم بيعيشوا في الفورستس، في الغابات. طيب ايه هو الادابتيشن اللي بيقوموا فيه؟ لو لاحظت الفرو بتاعهم، الفير بتاعهم وايت ولا دارك، ابيض ولا غامق؟ هنلاحظ ان هو براون ودارك، فالاثنين غامقين خالص. طب ليه؟ هنا بيقول لي they have dark fur to help them hide among the trees، عشان يقدروا يستخبوا ما بين الاشجار، بحيث لو في مثلا هانتر عايز يصطادهم، او مثلا في بري هم عايزين يعمل لها سنيك اب ويتغذوا عليها، ينقضوا عليها مره واحده، لازم يبقوا متخفيين between trees. يبقى تاني هنا بيقول لي البراون بير والبلاك بير بيعيشوا فين؟ قلنا ان هم live in forest، ديت الهابيتات بتاعتهم. طيب تاني حاجه الكالر بتاع الفير بتاعهم لونه ايه؟ عرفت ان هو براون ودارك. طيب ليه؟ to hide between trees، عشان يقدروا يستخبوا ما بين الاشجار، والانيمالز او البريز بتاعتهم ما تقدرش ان هي تشوفهم. بس كده خلاص عرفنا البولار بير والبراون بير والبلاك بير ايه الادابتيشن اللي بيقوموا بيه. طيب هنبدأ نتكلم عن living organisms تانية بس بتعيش في هابيتات مختلفة عن البراون والبلاك بير والبولار بير. أول حاجة أنيمال عندي اسمه كاراكال، أو كاراكال دوت اللي هو القط المتوحش او القط البري. طيب الفينيك فوكس ده ثعلب الفينيك ودوت بيعيش في الديزرت عموما. طيب هنا بيقول لي الهابيتات بتاعت الاثنين دول ايه الانفايرمنت اللي هم بيعيشوا فيها، بيعيشوا ان ديزرت، they live in desert. طيب تاني حاجه الادابتيشن. لو لاحظت الفير بتاعهم، احنا عارفين ان الديزرت قلنا ان هي extreme hot is characterized by extreme hot climate ولا extremely cold climate؟ extremely hot climate. طيب فهم محتاجين ان هم keep its body warm ولا cool، يحافظوا ان الجسم بتاعهم يبقى دافئ ولا بارد. قصدي يعني بارد اللي هو مش ساقع بس في نفس الوقت مش حران قوي، لان الناس اللي عايشه في الديزرت ديت او الكائنات اللي بتعيش في الديزرت لو الجسم بتاعها فضل سخن هيموتوا. فهم they need to keep its body cool، بيحافظوا على الجسم بتاعهم ان هو يبقى بارد شويه. ازاي؟ تعالوا نشوف. طيب they have a sandy colored fur، الفرو بتاع الجسم بتاعه لونه sandy يعني لون رمله، لون الرملي او الذهبي اللي هو لون الساند. طيب تاني حاجه بيقول لي ان هم عندهم تان كولرد فير، الكولر بتاع الفير بتاعهم لونه شبه التان كده. الناس اللي هي بتروح البحر الجلد بتاعهم بيحمر شويه، فهو الكولر بتاعهم كده. طب هو بيساعدهم في ايه؟ اول حاجه بيساعدهم to help them blend in with desert landscapes، بيساعدهم ان هم يتخفوا في الديزرت. فانا برضو كهانتر او كبري مثلا للفينيك فوكس
هل هقدر اشوفه هو متخبي كده ما بين الساندز او ما بين الروكس؟ مش هقدر اشوفه. ليه؟ لان الكالر بتاعه نفس الكالر بتاع الساند، فانا مش هقدر اشوفه. طيب تاني ليفنج اورجانيزم عندي بيعيش في الديزرت برضو هي الديزرت ليزرد اللي هي سحلية الصحراء. ديت بتليف ان ديزرت، بتعيش في الديزرت، وزي ما احنا شايفين بقول ان هي عندها colorful حاجة اسمها colorful scales. السكيلز ديت هي عبارة عن حاجه بالعربي اسمها حراشيف. الحراشيف ديت هي بتعمل كفر كده للبادي بتاع الليزرد مثلا او كروكودايل او السنيك، هي الحاجه اللي بتغطي اجسام الزواحف. فبيقول لي الادابتيشن بتاعها زي هاف ا كولرفول، لو لاحظنا ان هي هنلاحظ ان هي ملونه، فكولرفول سكيلز اللي هي حراشيف ملونه. الحراشيف ديت بتساعدها في ايه الملونه؟ ان هي كولرفول تو هايد بتوين روكس، عشان تستخبى ما بين الصخور، او الكولرفول روكس ان ذا ديزرت. يبقى تاني هنتكلم عن 3 living organisms بيعيشوا في الديزرت، الكاراكال والفينيك فوكس والديزرت ليزرد. لو لاحظت ان الكاراكال والفينيك فوكس عندهم ساندي colored fur او tan colored fur. ليه؟ to help them blend in with desert landscapes، تساعدهم ان هم يستخبوا في الصحراء او ما بين الصخور اللي في الصحراء. تاني حاجة الديزرت ليزرد، قلنا ان هي بتليف in desert، بتعيش في الصحراء with they have colorful scales. والكلمة دي زي ما قلت لكم مهمة جدا جدا. colorful scales يعني حراشيف ملونة. ليه عندها حراشيف ملونة؟ ليه عندها colorful scales؟ to hide between colorful rocks، عشان تستخبى ما بين الصخور اللي موجودة في الديزرت. طيب هل في انيمال يقدر يشوفها؟ مش هيقدر طبعا، لان هي مستخبية between rocks والكالر بتاعها نفس الكالر بتاع الروك، فبتقدر ان هي تتخفى ما بينهم. طيب هنا عرفت كلمة جديدة اسمها كاموفلاج. طيب بيقول لي ايه هو الكاموفلاج؟ الكاموفلاج دوت اللي هو التخفي او التمويه. يعني ايه تمويه؟ يعني انا الكالر بتاع البادي بتاعي يبقى نفس الكالر بتاع السراوندينج انفايرمنت، نفس الكالر بتاع البيئة المحيطة بي. فانا مثلا ممكن اكون مثلا بيرد، البيرد دوت لونه مثلا جرين، واقف على تري الكالر بتاع الليفز بتاعت التري لونها ايه؟ جرين. فلما البيرد دوت يقف على الجرين ليفز مش هيبان. ليه؟ لان الكالر بتاعه جرين نفس الكالر بتاع السراوندينج انفايرمنت، البيئه المحيطه بيه، فمش هيقدر حد يشوفه. طيب مثلا البولار بير، قلنا البولار بير هو بيليف ان سنو او ان ايس، ان سنو، فالكالر بتاع السنو لونه وايت، والكالر بتاع البولار بير الفرو بتاعه الفير بتاعه لونه وايت، فبالتالي محدش هيقدر يشوفه. مثلا في الديزرت قلنا ان الكاراكال او الفينيك فوكس الاثنين عندهم ساندي كولرد فير، وقلنا ان الساند ليها يعني الساندي كولرد فير، الفير بتاع الفينيك فوكس او الكاراكال نفس الكولر بتاع الساند في الانفايرمنت في الديزرت بتاعته، فبالتالي مش محدش هيقدر يشوفه. هو ده مفهوم الكاموفلاج. فبيقول لي ايه هي الكاموفلاج؟ بيقول لي الكاموفلاج ديت اتس ا تايب اوف ادابتيشن، هي نوع من انواع التكيف. طيب مالها؟ بيقول لي that some animal used to hide from their predators، عشان تقدر تستخبى من الكائنات المفترسة اللي عايزة تاكلها، او from their prey، او الكائنات اللي انا عايز اكلها، عايز اتغذى عليها. by blending in with the surrounding environment، عن طريق ان انا بتخفى في البيئة بتاعتي. طيب هنا انا عندي كلمتين جداد، كلمه اسمها بريدتور وكلمه اسمها بري. ايه الفرق ما بين البريدتور والبري؟ ثانيه واحده. بوم. اوكي، فبيقول لي البريدتور دوت هو عباره عن animal that hunts، هو اللي بيصطاد. طب البري is animal that is hunted، دوت اللي بيتصاد او اللي بيتم اصطياده. يبقى البريدتور it's animal that hunts، لكن البري it's animal that is hunted او eaten by another animal، بيتاكل من animal تاني. لو بصيت عن البينجوين دوت هنلاحظ حاجتين، هنلاحظ ان هو الصورة ديت قصدي هنلاحظ حاجتين، هنلاحظ ان في بري اللي هو الحاجة اللي بتتاكل اللي هو البينجوين، او وهنلاحظ البريدتور اللي هو البولار بير. خلاص، يبقى البري ديت animal that is hunted اللي بتتصاد او اللي بيتم اصطيادها، او animal that is eaten بتتاكل. طيب الانيمال that eats او hunts another animal بنسميها ايه؟ بنسميها predator. طيب هنا بيسألني بيقول لي check your understand، فعايزين نبوت رايت اور فولس مع بعضينا كده ونحل السؤال ده. طيب
حلو. هنا بيقول لي اول حاجه polar bear has a dark fur. هل البولار بير عنده dark fur؟ of course false، غلط طبعا. طيب تاني حاجه بيقول لي البراون بير lives in arctic region. هل البراون بير بيليف in arctic region ولا بيليف in forest؟ غلط طبعا، يبقى بيليف in forest. طب تاني حاجه جزء في السؤال بيقول لي البولار بير lives in forest. غلط طبعا، هو بيليف in arctic region او بيليف in arctic region او in polar regions. طيب بيقول لي هنا complete. Fennec fox has a colored fur. انا عارف ان الفينيك فوكس الكالر بتاع الفير بتاعه لونه ايه؟ انا عارف ان هو sandy colored fur، لون الفرو بتاعه ساندي. هنا بيساعده في ايه؟ to help it blend in with desert، عشان يتخفى ما بين المسطحات بتاعت الصحراء. طيب تاني question بيقول لي the type of adaptation that some animals use to hide. بيقول لي ايه هو نوع الادابتيشن اللي بتعمله الكائنات الحية او الحيوانات عشان يتخفوا من البريدتورز بتاعتهم، عشان يتخفوا من الكائنات المفترسة. قلنا اسمه كاموفلاج. كاموفلاج يعني تخفي او تمويه، بيستخبى كده ما بين اللاندسكيبس، الكالر بتاعه بيبقى نفس الكالر بتاع الهابيتات بتاعته، فمحدش بيقدر يشوفه سواء بريدتور او بري. كده احنا خلصنا ليسون 1. ليسون 1 سهل خالص ما فيهوش اي حاجه، هنبدا نخلصه ونبدا نحل الاكسرسايز دوت كهوم وورك ونبعته هصححه ان شاء الله. تمام، فهمنا الجزء ده؟ اوكي. طيب بسم الله. هنا هنبدأ نتكلم بقى، هندخل في ليسون 2 وهنعرف ليسون 2 بيتكلم عن الادابتيشن والتايبس اوف ادابتيشن، ايه هي انواع الادابتيشن اللي بتقوم بيها الليفينج اورجانيزم. بس قبل ما نبدأ تعالوا نشيك our understand. هنا بيقول look at the following picture then put right or false. اوكي ماشي، تعالى نبوت right or false. بيقول لي camel's body is covered with a special thick hairy skin. عنده نوع من انواع الجلد بتاعه بيتغطى بالشعر to adapt to live in desert، عشان يقدر يعيش في الديزرت. ايوه صح طبعا، عنده hairy skin to adapt to live in desert. ثانية واحدة. true.